يعني ايه بيلعب بالبيضه والحجر؟ قال ان ايام المصريين القدماء كان في لعبه عباره عن ان المتسابقين بيحدفوا البيضه، واللي لا مؤاخذه بيضته ما تتكسرش هو اللي بيفوز بصوره من الذهب. فطبعا ما حدش كان بيكسب لان الموضوع شبه مستحيل، بيضه هتقع هتتكسر، لحد ما جه واحد نصاب وراح نحت حجر على شكل بيضه ولعب بيها وكسب. ومن هنا جه مثل بيلعب بالبيضه والحجر. التسميه العبقريه دي للفيلم من غير ولا مشهد شرحت لك اكتر من حاجه. اولا ان البطل هيكون ذكي ونصاب وبيخدع الناس، ثانيا هيكون في خطر دايما لانه بيلعب بالبيضه والحجر، فلو حد قفشه هيتروق. بس الغريبه ان مستطاع عمره ما كان كده، فخليني ما اطولش عليك وتعالى نشوف ايه اللي وصله للحته دي. بيبدا الفيلم باوضه على السطح كانت قتل فيها شخص ما، وبعدها سكن فيها مشعوذ لكنه مشي منها بقاله سنه، ولانه كان واخدها مفروش فخلاص يحق للملك ان هو يفتحها. وفي هنا تفصيله حلوه في انه كان واخدها مفروش، بحيث ان هو لو اتشم ان هو نصاب او حاجه يخلع من المنطقه ومحدش يعرف يوصل له. الراجل الدجال ده بقى اسمه ايه؟ زباخ التيبي. زباخ في الخليج يعني كذاب او نصاب، والتيبي هو مرض السل، واللي كان مخوف الناس جدا في وقت نزول الفيلم ده، لان الفيلم من انتاج 1990 والسل كانت حالاته ابتدت تنتشر في الفتره ما بين 1985 و 1993. فعم زباخ بيمثل الجهل الموحش والخوف التنيئي اللي مزروع في قلوب سكان العماره، واللي مش هيطلع منهم غير بموتهم زي السل. المهم الملك بيجيب الشرطه وبيبقى عايز يفتح الاوضه، لكن السكان بتكون رافضه نتيجه لخوفهم، وده اول خيط في الفيلم، وهو الخوف من اللي مجهول النابع من الجهل المحيط، وده لان بيبقى باين ان محدش من السكان دول متعلم تعليم كويس. المهم من هنا لهنا الملك بيفتح الاوضه، لكن بيطلع منها هابو مجهول المصدر وبيخلص المشهد على كده. وبنروح لشخص راكب عجله وبيغني، والاغاني في الفيلم ده عبقريه. يعني اول اغنيه في الفيلم بيتكلم فيها عن التباين بين طبقات المجتمع وهو شايفها ازاي، وان ازاي في ناس مطحونه بتنحت في الصخر وناس بتلعب بالبيضه والحجر. بيخلص المشهد بالشخص ده في قهوه بيسال سمسار لو عنده اوضه بسعر مهاوت، فبيخليه يستنى لانه بيتكلم مع الملك عن الاوضه المسكونه. فبيسمع الشخص ده الكلام اللي بينهم، وبيستغل فرصه ان هو ياخد الاوضه دي بارخص سعر ممكن، خصوصا انه بيسمع الملك وهو بيبرر الهبو اللي خرج من الاوضه ده تبرير فيه شيء من المنطق يعني، وهو ان السكان كانوا بيحدفوا عليها ملح وفلفل وشطه. المهم بيجي اللقاء الاول بين الشخص ده اللي باين عليه متعلم ومثقف بين سكان السطح عشان نشوف الفرق ما بينهم. هم بيحذروه عشان خايفين عليه وعلى نفسهم، وهو بيهودهم بس برضه بيعوز يسكن في الاوضه لانه ملوش ملاذ غيرها. وبنروح لمشهد بنعرف ان الشخص ده اسمه مستطاع، وانه بيدور على السكن ده اصلا عشان صاحبه الشقه اللي كان قاعد فيها هو وصاحبه غلت السعر، وده لانه مقتنع جدا بمبدا محاربه الغلاء بالاستغناء. وبنعرف كمان ان هو مدرس وبيرفض ان هو يدي دروس خصوصيه لانه ممنوع. في تفصيله بتعجبني قوي في المشهد ده، وهو انه بياخد معاه العود، وده عشان يوضح لك الاغاني دي نابعه من ايه، وانه بيعملها كهوايه، وده بيزيد جمال لما بتلاقي ان كلام الاغنيه ده نابع من دماغه وطريقه تفكيره. واخيرا بيوصل مستطاع للاوضه، وبيقابل راجل من السكان بيفضل يخوفه منها، وفعلا مستطاع بيقلق شويه، ابتدي يخاف فعلا لما بيخش الاوضه ويلاقي قط اسود فيها، فبيحاول يلاقي لها تفسير منطقي وان هي مجرد قطه نطت من الشباك. والموضوع بيزيد معاه لما الكاسيت بيقع تشتغل اغاني بصوت عالي جدا، وبيحاول برضه يقنع نفسه انه عادي كاسيت وقع فاشتغل، وبيهدي نفسه وبيسترجع مبدا الايحاء وان كل ده وهم، وبيفضل يطمن نفسه ويدندن مش خايف وهخاف من ايه. بس الموضوع بيوصل اقصاه لما بيبتدي يسمع اصوات غريبه، وكمان الحوض بيبخ في وشه دم، بس بيهدي نفسه وبيقرر ان هو يتتبع التوصيله بتاعه الحوض، وبيلاقي ان نفس الراجل اللي كان بيخوفه هو وزميله هما اللي بيعملوا كده، فبيبدا يلعب عليهم ويفهمهم ان هو واصل وصاحب خطوه. ومن هنا بيبدا الفيلم، والسكان بيبداوا يعاملوه معامله خاصه. ولو شفت الموضوع بنظره مختلفه هتلاقي ان كل ده رمزيه، وان الاوضه وساكنها بيمثلوا السلطه والقوه، وسكان السطح هم فئه من المجتمع المستسلم لقوه الاوضه المفرطه وساكنها. وبيجي مشهد بيوضح فيه قد ايه الجهل مؤثر على المدى الطويل مش بس اللحظي، وده بيبان لما مستطاع بيشوف واحد كده مايع من السكان وبيتكلم بطريقه حريمي، بس بعدها بيعرف انه كده بسبب ان امه كانت خايفه عليه من الحسد، لدرجه ان هي ربت له شعره ولبسته لبس بنات لحد ما بقى عنده 9 سنين، فنتيجه لده طلع متني شويه. المهم اخيرا بنعرف ان مستطاع مدرس فلسفه، وده بيبرر نظرته وفكره الفلسفي في كل حاجه حواليه. وفي هنا تفصيله بسيطه لكنها حلوه جدا، وهي بهدله هدوم مستطاع. هتلاقي ان البنطلون ساقط والقميص مبهدل وفكك الجرافطه، وده علشان هو واقف على رجله من الصبح ومرهق. فالحاجات الاخراجيه البسيطه دي بتفرق في العمل ككل. طبعا ده نتيجه لان اللي ورا الكاميرا هو المخرج علي عبد الخالق. الراجل ده عامل افلام تقيله قوي زي العار، الكيف، جري الوحوش، شادر السمك، واعدام ميت. المهم خلينا نرجع للفيلم. بنلاقي مستطاع بيتكلم على التكيف وكيفيه محاربه الغلاء بالاستغناء، بيحس الطلاب ان هم يحدوا من الاستهلاك. فبنلاقي الراجل اللي كان ماسك الكانتين راح يتخانق معاه علشان وقف حاله، وكان رد مستطاع ان هو عمل كده عشان الكانتين مستغل واسعاره سياحيه. وهنا برضو دي رمزيه على الراسماليه اللي غرضها الاول والاخير هو الربح، وخليك فاكر الحته دي علشان هنرجع لها قدام. المهم خلينا اوضح لك حاجه عبقريه جدا في الفيلم ده، وهي الاسماء، لانها حاجه مهمه جدا، كل واحد ليه من اسمه نصيب فيها. يعني مثلا البطل هو مستطاع الطعزي. الطعز في اللغه معناها الجماعه، وده ليه؟ لان مستطاع شاب تلاتيني في كامل صحته لكنه لسه ما اتجوزش، فدي من الحاجات اللي بتشغل باله قوي، وكونه انسان فهو مش هيقدر يستغنى عنها بشكل كامل، فبيكبح جماح شهوته بسواقته للعجل ولعبه للرياضه علشان تهد حيله. فلما بيشوف قمر الغساله واللي اسمها واضح جدا وهي بتغسل بيخش يلعب السوسته. المهم بعد المشهد ده بنشوف ست كبيره قصد عن مصباح، وده علشان هي مقتنعه ان ابنها مربوط،
فصبيان سباخ بيزقوها على مستطاع علشان تطلع له، فبتروح له وبتقول ان ابنها ومراته عايشين زي الاخوات. وفي هنا في بطن الكلام لما مستطاع بيقول لها ان ابنك محتاج علاج نفساني، بتقول له ما هو نفسه طويل وزي الفل. المهم الست بتصعب عليه فبيخليها تجيب كباب وحمام وبيره، وده ليه علشان الاسئله اللي هيفكوه خمرجيه. وبيروح فعلا وبيعالجهم بالايحاء اللي هو لما تعرض له اول مره خاف وسيطر على مخه بالكامل، فبيقرر ان هو يستخدمه في الخير. فبيتكلم مع زوجه ويفهمه طريقه التعامل مع الست بشكل عام، وبيقول ان هو خلاص السحر اتفك. وبيقول لمراته ان هي كمان لازم تبقى ست جميله، وبيزوقها وبيحط لها مكياج وبيسيبهم وبيمشي. وبيروح مستطاع يقابل صاحبه اللي هو اسمه ايه، توالي جنيح، واسمه بيبين هو قد ايه هيكون موالي وجناح مستطاع او ايد اليمين يعني. المهم بيشرح له اللي عمله وبيمهد له ان هو قرر ان هو يشتغل في الموضوع ده مش علشان اي حاجه، بس عشان يخدم المجتمع، وكمان عشان يحميه من الدجالين والهليبه اللي بيحكموا الناس وبيأججوا عندهم الجهل وشعورهم بالعبوديه. وبعد كده بيجي ديالوج عظيم بين المستطاع والظابط، وركز في الكلام ده وفي المشهد ككل عشان هنحتاجه قوي قدام. اتهم بانك بتلاقن الطلاب المبادئ الشيوعيه، وقبل ما يرد مستطاع بيساله ايه هي المبادئ الشيوعيه الاول، عشان لو في مفهوم غلط عند الظابط ما ياخدهاش عليه كتهمه. فالظابط ما بيعرفش يرد وبيقول له جاوب على قد السؤال، فبيقول له لا، وبيوجه له تهمه ثانيه بالتصوف والزهد. فبيرد عليه رد منطقي جدا، هو ان في شيوعي متصوف، وده لان الشيوعيه في المقام الاول هي فكر وايديولوجيه اقتصاديه واجتماعيه، وغرضها الاساسي القضاء على الطبقيه عن طريق توزيع الثروات على حسب الاحتياجات، وده تعرفها بشكل مقتضب جدا، وما تتغرش فيها ان هي بتبرق من بره لانها زيها زي اي ايديولوجيه ليها سلبياتها وايجابياتها. اما الزهد فهو باختصار البعد عن شهوات الدنيا وعدم الاهتمام بالطرف، فهما الاثنين عكس بعض تماما. المهم مستطاع بيقول للظابط ان هو عنده مبدا محاربه الغلاء بالاستغناء، فهو ملوش دعوه بكل ده، فبيوجه له تهمه ان هو عنده مبدا كاسقاط يعني على احوال البلد ساعتها، ان هو ممنوع حتى تفكر او يكون عندك مبدا. اخر حاجه في المشهد ده عايزك تلاحظها وهي قعده وطريقه كلام مستطاع الخايفه وهو بيحاول يبرأ نفسه. المهم بينتج عن التحقيق ده ان هو بيترفد من المدرسه، بس بيتفتح له طريق تاني لما الدنيا بتتظبط مع العريس اللي راح له، فبيروحوا له عشان يشكروه، فده بيأكد عند كل السكان فعلا ان هو مبروك زي سباخ. فبتروح له قمر عشان عندها مشكله وهي انها ما بتتجوزش ومقتنعه تماما ان هي معمول لها عمل، فبيكلمها بالعقل وبيقول لها ان ده بسبب طريقتها الفجه مع الناس، بس ما بتقتنعش، فبيقرر يساعدها باللي هي عايزاه ومستنيه تسمعه، وده ان دل فبيدل على قد ايه الجهل متغلغل في سكان العماره، واللي بيوصلهم لدرجه العبوديه لشيء مجهول، وهم مقتنعين ان هو الاله اللي هيحل لهم كل مشاكلهم واللي هو السحر والشعوذه، رغم ان بقى لهم عمر بيلجأوا لنفس الحاجه وما بتجيبش نتيجه، واديك شايف احوالهم. وده بيودينا لحاجه مهمه جدا وهم المنتفعين من ده، واللي هتلاقيهم دايما بيتاجروا بخوف الناس، زي صبيان سباخ اللي بيلموا وتاوه من السكان بحجه رضا الاسياد، واللي لو ركزت حبتين هتلاقيهم زيهم زي الاعلام والمحاسيب بالظبط. هم بيروجوا للسلطه وعم سباخ واللي زيه على انهم حماة العماره من اي شرور مجهوله، ولو جه واحد عنده ضمير وسكن الاوضه هيحاولوا يا اما يطفشوه يا اما يلعبوا من وراه، وكل لبيب بالاشاره يفهمه، يا اما هيولوه ويملحسوا له عشان السبوبه ما تبصش. وده اللي حصل مع مستطاع لما قرر ان هو يكون مكان سباخ، وما استبعدش خالص ان هو ده ممكن يكون اسقاط سياسي موجه على الفتره بتاعت جمال عبد الناصر، لانه كان بينادي بالاشتراكيه واللي هي جزء من الشيوعيه، وممكن سباخ يبقى هو الملك اللي كان حرفيا بيستعبد المصريين. والعماره انت عارف ان هي بتمثل الشعب وطبقاته الاجتماعيه، وزي ما قلنا رجاله سباخ بتمثل المطبلاتيه والوصوليين اللي بيبقوا حوالين السلطه. المهم بيبدأ مستطاع في السكة دي، وأول زيارة بتكون لمهندس في العمارة، وده عشان يوضح لك قد إيه إن الجهل جهل فكر مش شهادة، والمهندس بيكون عايز يعرف مين من زوجاته الثلاثة اللي سرق منه الفلوس، وبحيلة نفسية أشبه بالبشعة مستطاع بيكشف الموضوع، فبتتأكد كراماته أكتر وأكتر، فبيروح مستطاع لصاحبه، ودايما كلام مستطاع لصاحبه بيكون موجه ليك أنت. المهم بيخدم على المشهد ده الداتش أنجل أو الزاوية المايلة عشان يدلل على الاضطراب والتغير اللي بيحصل في شخصية مستطاع، وتفكيره اللي اتحول لتفكير مادي غرضه الربح وبس، وبيدل على ده أكتر اللو أنجل اللي بتديله هيبة وعظمة، وهو بيقول إن هو هيبقى زيه زي سباخ، وبيقول جمله من افضل الجمل الحقيقيه اللي اتقالت في السينما المصريه، وهي ويل للعالم اذا انحرف المتعلمون وتمايز المثقفون. المهم في المشهد اللي بعده بيبان التغيير لما بيلاقيه بيغني في زار الدربندوخ الدربندوخ بعد ما كان بيغني في الاول اغاني فلسفيه، وبيفضل مستطاع ماشي في الطريق ده لحد ما بيبتدي يعلى واحده واحده في الطبقات. واول مشهد في الطبقات العليا دي كانت مع شله ستات، فبشكل منطقي جدا اكيد في واحده فيهم مش سالكه وبتغل، واكيد في واحده مش مبسوطه مع جوزها وهكذا، وده بشكل عام اللي بيعمله الدجالين واللي بيفتحوا المندل، يلعبوا على الحاجات المنطقيه واللي طبيعي تكون موجوده، وكمان على حاجه مهمه جدا وهي مظلوميه الانسان واستحقاقيته. يعني اي حد بيقرا الكف مثلا او بيدعي ان هو على علم بالطاروت والابراج والكلام الكسكسي الحمصي ده، اول ما يقرا لاي حد هتلاقيه بيقول له انت في ناس كانت قريبه منك وبعدت عنك، وحد عايز يأذيك، حتى اللي انت احسنت اليهم كان ردهم الاساءه، بس معلش كله عند ربنا، انت مريت بفتره وحشه من قريب بس الدنيا هترضيك وهتضحك لك، وتعرضت لوعكه صحيه بس ربنا قومك منها، فلازم تخلي بالك بقى من صحتك، اللي هو كله كلام عايم وحصل لكل الناس. بس الفكره ان الشخص اللي رايح للناس دي هو بيكون مؤمن ومهيئ جدا للي بيتقال، فبيشتري الكلام وما بيسالش. المهم في ظل ما مستطاع عمال يعلى، سباخ بيخرج من السجن، فبيروح له عشان يسترد اوضته. كان رغم ان سباخ عارف اللعبه، لكن النتيجه لانه كان سكران وانه مهيئ للايحاء،
فما كانش عنده ثبات انفعالي ضد الشويتين اللي عملهم مستطاع، وده اللي قاله مستطاع نفسه بشكل مباشر لصاحبه في المشهد اللي بعده. بس بيرجع سباخ تاني وبيدخل الاوضه من ورا مستطاع عشان ياخد فلوسه من الاوضه. بيجي مشهد عبقري بيرمي على صراع السلطه بين صاحب السلطه الحالي والسابق. السابق خلاص مش عايز اي حاجه غير ان هو ياخد القرشين اللي عملهم من السلطه وتسلطه، والحالي عايز يدافع عن سلطته ويكسر شوكه القديم ويقسمه في فلوسه مقابل ان هو ما يحكمش عليه بالسجن. وفي ظل الصراع بين الاثنين بنروح على رجاله سباخ وبنلاقيهم بيقولوا بكل وضوح ان هم طلعوا سباخ الاوضه وبلغوا مستطاع، فهم كده كده اللي هيركب هيبقوا معاه. وللاسف دول دايما اللي بيكونوا في امان، هم مش هيغامروا مقابل ان هم يكسبوا اكتر عشان ده هيبقى فيه نسبه وقوع، لكن طول ما هم مع الرايجه هم تمام. مش سباخ جه مستطاع، هم لسه بيستنفعوا. المهم بيخلص الموضوع على ان مستطاع هياخد 50,000 مقابل ان هو يمشيه بال30 التانيين. وبعدها بنشوف مستطاع وهو بيحلق شنبه وبيستشعر شعره في اشاره ان هو تخلى عن اخر جزء في مبادئه وابتدى يكبر ويتوحش اكتر واكتر. ده الصياعه اللي في الدنيا. بنلاقي اغنيه مشابهه جدا اللي كانت في اول الفيلم بتتكلم برضه عن الطبقيه بس المره دي من منظور مختلف، وهو ان لو كنت هايص او كنت لايص تعالى يلا نشوف الهجايص، اللي هو ايا كان طبقتك الاجتماعيه او مستواك الاجتماعي وتعليمك فانت هتاخد على قفاك. المهم بيكبر شغله لدرجه ان هو بيفتح بيوتي سنتر كبير جدا مخصوص لطاروطه علشان طاروطه يسوح عليه الهوانم اللي بيروحوا له. وفي مشهد عبقري بنلاقي مستطاع رغم ان هو قدامه خيرات ربنا كلها لكنه مش قادر ياكل، بيشرب بس الويسكي والسيجار الكوبي. تبريره لده غير مرضه ان هو مش لاقي حاجه اغلى منهم يشربها. تلاقي مبدا مستطاع اتحول 180 درجه من مبداه الاساسي وهو محاربه الغلاء بالاستغناء، وهو نفسه بيعترف ان رغباته بقت هي اللي بتتحكم فيه، وبيروح لحفله استهدافا لرجل اعمال معين وفعلا الراجل بيجيله. وبعد ما مستطاع جمع عنه معلومات شغله من رشوه وفساد وقالها له عشان ينبهر بيه، بياخد منه كاس الويسكي وكانه بيقراه، في دلاله على تغير مستطاع اللي كان بيعمل العمليه بسبعة عشاء وما بياخدش فلوس للراجل اللي هو بيقرا الخمره من الفاسدين من الطبقات العليا. المهم بيعلم مستطاع لحد ما بيوصل لحته تقيله قوي في البلد، وبيكون عايزه يقرا الطالع عشان يقرر في علاج بنته لان الاطباء مختلفين. فمستطاع بيخاف جدا لدرجه ان هو بيعترف له ان هو دجال ومشعوذ، وبرضه الراجل ما بيصدقش وبيقول ان هو متفق مع غريمه عليه وان ولاؤه ليه هو وبس، فبيسلمه للشرطه. ولتاني مره مستطاع بيقعد قصاد نفس الضابط اللي اتهمه بالشيوعيه. وعشان يوضح لك الدنيا ماشيه ازاي في البلد دي، فلما كان مدرس محترم وعنده مبادئ غير مؤذيه اطلاقا كان التعامل معاه عامل ازاي، ودلوقتي لما بقى دجال ونصاب بس عنده شهره ونفوذ وفلوس بقى بيتعامل معاه ازاي. وده بينعكس على عاده مستطاع الواثقه الهاديه اللي مش فارق لها حاجه، وده مش عشان بس نفوذه لكنه كمان لانه عارف ان هو غلطان. هو الاول كان خايف ان هو يلبس تهمه مش بتاعته، لكن دلوقتي هو عارف ان هو مذنب لدرجه ان هو بيعترف له ان هو هجاص ودجال، بس الضابط بيرفض ده رفض تام. بيجي ديالوج ولا اعظم بيوضح لك فيه كل حاجه. مستطاع بيقول للضابط ان الناس محتاجه الايمان ثابت ويقين يستعينوا بيه على الدجالين اللي بيضحكوا عليهم. الضابط بيقول له تقصد اتهام المجتمع بالجهل؟ فبيجي الرد العبقري بانه هو بيقول له لا، بتهمهم بالضعف، لان الضعف ما بيفرقش بين جاهل ومتعلم، وان الناس هي اللي بايديها بتصنع الدجال زي ما بنوا تمثال وعبدوه. وانا مهتم جدا اعرف انت فهمت ايه من الكلام ده، لاني مش هتكلم عن الديالوج ده بالذات. المهم بعد ما بيعترف بكل حاجه بتتحقق له نبوه لحد تقيل كان بيستعين بيه، فبيخرجوا منها بالحب. وقبل ما بيروح سياده اللي هو بيخليه يقرا له الكف في اشاره ان المجتمع كله اصابه الفيروس والخروج منه بقى شبه مستحيل حتى لو المذنب اعترف على نفسه. وده بيدل ان الدجال هيفضل صاحب نفوذ اكبر من نفوذ اصحاب السلطه نفسهم. وبس بيخلص الفيلم على كده. ودلوقتي خلينا نروح لفقره المراجعه. الفيلم ده انا كباسم بحبه جدا من وانا عندي 10 سنين، بس كنت بحبه عشان حته الدجل والرعب والكلام ده، فبقيت كل ما بكبر بدرك جماله اكتر، وكل مره بشوفه بلاحظ فيه حاجه جديده. ومن وجهه نظري الفيلم ده افضل حاجه فيها هي الكتابه للمؤلف محمود ابو زيد، وكمان اللي ساعد ان الفيلم يطلع بالمستوى ده هو تعاون المخرج معاه. فبالرغم من انهم كان عندهم افكار مهمه وفلسفيه ورمزيات كتير ما تجاهلوش ابدا المتفرج العادي، وبقى من وقت للتاني بيوضحوا له ايه اللي بيحصل بشكل مباشر. ودي اعظم حاجه في الفيلم، ان الفيلم على مستوى الامتاع ممتع جدا، وتيمبو وسرعه الاحداث ما بتقعش، وعلى مستوى فلسفته وطريقه عرضه وهدفه جميل جدا. وهنا في حاجه مهمه ورأي شخصي عايز اقوله، الفن عباره عن ملقي ومتلقي. لو المتلقي ده ما اتبسطش وهو بيشوف او بيسمع او بيقرا المنتج الفني ده، يبقى المنتج ده فشل في مهمته الاساسيه وهي الترفيه. هتقول لي ما في حاجات فنيه ما يفهمهاش العامه والدهماء اللي زي حالاتك. اقول لك صباح الضحك، سكورسيزي، نولان، هيتشكوك، تارانتينو والشله الكريمه كلها عملوا افلام كتير حنيوكيه جدا، بس عمرها ما فقدت الطابع الممتع والمبهر فيها، سواء من حيث الفكره او الصناعه. ليه؟ لان ده اساس الفن. مهم جدا يبقى عندك فكره وعايز توصلها، والفن فعلا هو اداه لتوصيل الفكره دي. فطبيعي ان انت لو عايز توصل فكره فانت عايز توصلها للمجتمع فيشوفها ويفهمها اكبر قدر ممكن. فبالله عليكم يا جدعان كفايه محنكه، وانكم تاخدوا نفسكم بجديه مبالغ فيها. وبس كده خلينا نهدى شويه ونروح على الفقره الاخيره وهي فقره الاسئله. واول سؤال هو ليه مستطاع ما كانش خايف من سباخ؟ او ليه ما حطش احتماليه ان هو ممكن فعلا يكون على علم بالسحر؟ الإجابة هي إنه فعلا كان خايف منه، والدليل إن هو أول مقابلة بينهم مستطاع أول ما عرف إن هو سباخ اتخض وبلع ريقه، بس سيطر على ثباته الانفعالي لأنه أكتر واحد عارف الدجال بيضحك على الناس إزاي. فلما سباخ فضل يقول كلام كأنه تعويذة أو استحضار، مستطاع قرر يبين فعلا إن هو اتأذى، وهنا هتلاقي سباخ خاف واتخض.
وبان ان هو كان بيقول اي كلام وما كانش متوقع منه اي حاجه، لدرجه ان هو خاف وجري. اما السؤال التاني فهيكون ليك انت في المقام الاول، بس انا برضه هقول رايي فيه يعني. والسؤال هو هل توالي صاحب مستطاع كان مخلص ليه فعلا ولا عمل كل ده عشان مصلحته؟ من رايي ان شخصيه توالي من اكتر الشخصيات المعقده والحقيقيه في الفيلم، لان في البدايه لما الايجار غلي عرض على مستطاع ان هو يدفع اكتر منه بس ما يمشيش. لو بصيت لها من وجهه نظر تانية فممكن عرض العرض ده عليه عشان ما يضطرش ان هو يدفع الايجار كله. ثم لما كان مستطاع بيحكي له وبيفسر له اي حاجه كان دايما بيعامله معامله ان هو عبيط وعلى قد عقله، بس اول ما بقى بيدخل فلوس من الشغل ده تلاقيه ظهر واشتغل معاه وبقى دراعه اليمين. وفي نفس الوقت هو فعلا كان خايف على صاحبه لما كان عيان ومش عايز يروح للدكتور، وبرضه حاول يساعده ويخرجه لما اتمسك. بس هرجع واقول لك ان مستطاع كان فاتح له جريده، فلو مستطاع اتعاكش فهو كمان هيروح في داهيه. فانا مهتم جدا اسمع رايك في شخصيه توالي. اما انا في رايي ان هو شخص طبيعي جدا بيحب صاحبه بس مصلحته اولا. وتالت واخر سؤال هو ليه مستطاع ما بعتش رجاله سباخ عنه قرر ان هو ياخدهم معاه لما عالي؟ بص هي ليها سببين، سبب رمزي وهو ان المطبلاتيه دايما كسبانين، وسبب تاني هو ان مستطاع عرف ديتهم ايه واخرهم فين، وان كل اللي يهمهم ان هم يبقوا كويسين ويتعرقوا، فعشان كده ما كانش بيبخل عليهم في فلوس، لان لو كان بخل عليهم ما كانش هيضمن ولائهم، وساعتها كانوا هم اول ناس هيغدروا بيه ويوقعوه. فهو كان ذكي بما فيه الكفايه ان هو يسكتهم وكمان ما يدخلش حد جديد ما يعرفش اخره فين فيستغله او يخونه. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات. سلام.